السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قصص العلماء المسلمين. اليوم غادي نحكي قصة واحد من أكثر الشخصيات جرأة في التاريخ، واحد الإنسان اللي ما كانش كيشوف الحدود وحاول يدير حاجة كانت مستحيلة في ذاك الوقت. قصة عباس بن فرناس. ابن فرناس كان عالماً ومخترعاً عاش في الأندلس تقريباً في القرن التاسع الميلادي. ما كانش غير مهتم بالطيران، ولكن كان موسوعياً، كان كيعرف الفلك والفيزياء وحتى الموسيقى، وكان خدام في بلاط الحكام ومعروف بالذكاء دياله والفضول الكبير. ولكن الحاجة اللي خلاته مختلف هي أنه ما كانش غير كيقرأ العلم، كان باغي يطبقه. في ذاك الوقت الناس كانوا كيشوفوا الطيور كتطير في السماء وكيتساءلوا واش ممكن الإنسان يطير؟ ولكن الفرق هو ابن فرناس ما بقاوش غير كيتساءل، قرر يجرب بنفسه. قبل ما يدير التجربة الكبيرة دار محاولة أولى بسيطة، صاوب واحد الجهاز بحال المظلة باش يخفف السقوط دياله، وفعلا التجربة كانت ناجحة نسبيا. هادشي عطاه ثقة أكبر باش يدير الخطوة التالية، وهنا كتجي اللحظة التاريخية. ابن فرناس صاوب جناحين باستعمال الخشب والقماش وحاول يقلد حركة الطيور. طلع المكان عالي والناس تجمعوا كيشوفوا شنو غادي يوقع، ومن بعد قفز. في واحد اللحظة وقع شي حاجة ما توقعها حتى واحد. عباس بن فرناس بدا كيحلق في الهواء، ماشي غير كيطيح، ولكن فعلا دار واحد المسافة في الهواء. هاد اللحظة كانت صادمة للناس في ذاك الوقت، حيت شافوا الإنسان كيحاول يطير لأول مرة. ولكن المشكل كان في الهبوط. الطيور ماشي غير كيطيروا بالجناحين، ولكن عندهم ديل كيعاولهم يوازنوا الجسم ويهبطوا بطريقة آمنة. عباس بن فرناس ما كانش دار هاد الحساب، ومنين جاي يهبط ما قدرش يتحكم مزيان وتجرح. ولكن هنا كيبان الفرق بين العالم الحقيقي والإنسان العادي. عباس بن فرناس ما وقفش عند الفشل، بل فهم الخطأ ديالو وقال أن المشكل كان في غياب الديل اللي كيساعد في الهبوط. وهاد الملاحظة كانت متقدمة بزاف على وقتها، حيث اليوم تصميم الطائرات كيعتمد بزاف على التوازن والديل الخلفي. يعني حتى إلا ما نجحاتش التجربة 100%، ولكن كانت خطوة كبيرة في طريق علم الطيران. واللي مهم أكثر هو أن عباس بن فرناس عطانا درس كبير، أن التقدم كيجي من التجربة ومن الجرأة وحتى من الأخطاء. اليوم الطائرات كتطير في السماء والناس كيسافروا بين القارات، وقليل اللي كيعرف أن البداية كانت مع واحد العالم وقف فوق جبل وقرر يجرب المستحيل. القصة ديال عباس بن فرناس ماشي غير قصة طيران، هي قصة شجاعة وإيمان بالعلم وحب الاكتشاف. ودابا خليت لك واحد السؤال، واش كنت غادي تجرب بحالو؟ إلا عجبك هذا البودكاست ما تنساش تشترك وتشارك الحلقة، ونلتقاو في حلقة جديدة مع عالم آخر غير التاريخ بطريقته.